عندي سؤال صغير وعاوز له اجابه. هي الناس جابت الثقه في الانترنت دي كلها منين؟ الانترنت يعتبر اختراع حديث في حياتنا، هو اختراع حديث، وانا هنا ما بتكلمش على الدايل اب اللي كنا بنوصل فيه سلك التليفون بالكمبيوتر. انا بتكلم على الدي اس ال اللي بقى اساس حياتنا دلوقتي. قبل 2008 الانترنت ما كانش منتشر قوي في مصر، وكانت شركات قليله قوي بتقدمه زي تي داتا ولينك دي اس ال. بس بعد 2010 ومع انتشار الموبايلات وال 3 جي الدنيا اتغيرت، الاندرويد والايفون والبلاك بيري. فاكرين البلاك بيري؟ كان موبايل غريب كده كله زراير. المهم قبل الانترنت الناس كان ساعتها مصدر اخبارها حاجتين، يا الجرايد التلفزيون، وساعتها لو كان في خبر اتقال في نشره هبوط في اسعار الجزر المخلل وانخفاض في اسعار الليفت، كنت تاني يوم بتلاقيه ترند في حياتك سواء في شغلك او مدرستك، وهتلاقي الدنيا اتقلبت كله بيتكلم عليه ومحدش سايب الموضوع ده. بس الكلام ده كله اتغير مع دخول الانترنت. اول ما النت اتنشر في مصر كان كله بيتجه لمنصه واحده وهي فيسبوك. اليوتيوب برضه كان ساعتها موجود بس ده حوار لوحده فمش هنتكلم عليه دلوقتي، بفيديوهات شاهد رونالدو وهو يسجد وشاهد سحابه على شكل لفظ الجلاله. فيسبوك تقريبا كان كل حاجه بالنسبه لنا، عاوز تضحك هتلاقي نكت كتير جدا، فاكرين الوش ده؟ عاوز اخبار هتلاقي اخبار، هي مش اخبار قوي، هي كلها عناوين كدابه عشان تدوس على اللينكات، بس ماشيه اخبار دلوقتي. عاوز العاب هتلاقي العاب زي المزرعه السعيده وسيدي فيل وغيرهم. الالعاب دي تقريبا كلها اختفت، انا حتى حاولت قريب ادور على لعبه فيهم اسمها جالاكسي وور بس ما لقيتلهاش اثر. المهم برضو الناس بالذات الناس الكبيره ما كانتش بتاخد النت على محمل الجد في الوقت ده، كان بالنسبه لها ده حاجه تافهه، اخرك تستخدمه انت تشوف خالك اللي موجود في الخليج بالويب كام، وده كان بيبقى شكلها ساعتها وده كان بيبقى الصوت. دي كانت حاجه قمه في الابهار ساعتها، فما تتريقش بعد اذنك. الدنيا خليتها كده فتره لحد في مره واحده حصل حاجه غريبه، الناس كلها بقت على الفيسبوك. الصور اللي كانت بتنزل نص حصان نص انسان ومكتوب عليها سبحان الله الناس بقت بتصدقها. اللينكات والاخبار الفيك الناس كانت بتدخل عليها وبتفتكر فعلا توصل حاجه. شاهد احدث اعمال عبد الحليم حافظ مع عادل امام، يمكن من حاجات برضه انتشرت ساعتها فيديوهات ياجوج وماجوج، مع انها كلها كانت بتبقى مقاطع من فيلم ذا هوبيت بس الناس كانت بتصدقها برضه. المحتوى ده ساعتها انفجر في مصر والناس كانت بتصدقه وكله كان بيصدق اللينكات وبيدخل عليها. ايه ده لينك هيدينا 10 مليون جنيه؟ ما ادوس عليه اخسر ايه يعني؟ ايه ده لينك هيخليني اعمل سبسكرايب لقناه حلوه جدا؟ لا بجد لو القناه عجبتك دوس لايك وسبسكرايب وشير. في الوقت ده الناس كتير توقعت ان الفيس خلاص راحت عليه وهيبقى منصه قديمه وهتموت قريب، والكلام ده حصل فعلا بس مش في مصر للاسف. الناس بقت تفهم ان الحاجات دي مش حقيقيه ودي كلها لينكات فيك، بداوا يفهموا الناس من اي معلومه ياخدوها من على النت يتحققوا منها ويتاكدوا من صحتها، والوعي ابتدى ينتشر والعلم ابتدى وما حصلش حاجه، احنا لسه زي ما احنا. هننط حبه بالزمن للزمن اللي احنا فيه ده، مفيش فرق كبير ما بين زمان ودلوقتي، الناس لسه بتصدق الصفح الفيك وبتاخد اخبارها ومعلوماتها من بوستات الفيس. هو انت بتعمل ايه بالظبط؟ بدور على اخبار ومعلومات اهو، استنى. البطاطا مفيده للبشره وتعالج حب الشباب، معلومه مهمه فعلا. ايه ده بص الواحده بتتخانق مع جوزها عشان عرفت انه بيخونها مع السجاده، اما ادخل اتخانق مع الناس في الكومنتات شويه كده. الموضوع مش بس هزار وشويه ترندات، ده في جانب خطير جدا منه. في 2011 كان في اشاعه على فيسبوك ان المتحف المصري اتسرق وفي قوات اجنبيه دخلت مصر، مع ان ده مش حقيقه وما حصلش اصلا. وكمان ايام الكورونا قبل حتى ما الدوله تعمل حصر الجوال كان في ناس بتتداول الاخبار دي والناس صدقتها فعلا ونسوا يشتروا كل حاجه بكميات رهيبه، حتى ساعتها ادويه نقصت والناس اللي كانت عاوزه علاج ما كانتش بتلاقيه. ده غير الكارثه الكبرى اخبار الصحه. عارف انت اعلان البرشام اللي بيعالج الضغط والسكر والسرطان والبروستاتا والقولون اللي وزاره الصحه قالت 500 مره تحذر منه وده مش حاجه حقيقيه؟ الناس برضه بتصدقها. فاكرين الكركمين؟ طب عارف الاعلانات دي؟ عندك ارهاق طول اليوم؟ طب بتعاني من الخشونه؟ طب بتعاني من القولون؟ انا عندي ليك الحل، ده كله بيحصل بسبب نقص فيتامين الفنكوش، وانا عندي ليك الدواء المناسب ليه. برشام البرشام، هتاخد منه واحده في اليوم هتبقى 100 والسعر مفاجاه، هتلاقيه على صفحتنا بس مش هتلاقيه ولا في صيدليات ولا في اماكن معتمده، وده عشان هو بيتعمل في اكبر الشركات العالميه، شركه تحت بير السلم. وعلى فكره انا بتحارب، فلو حد قال لك الكلام ده كله كذب ما تصدقهوش. انا مش عاوز اصدمك بس كل الاعلانات اللي بالشكل ده نصب وخطر على صحتك. وانا في الكليه اتعلمت حاجه مهمه جدا، اول ما دخلت الكليه كنت بجيب معلوماتي من النت من مصادر عشوائيه، كنت فاكر تمام بدل حاجه موجوده على النت دي تمام واكيد صح. ساعتها لقيت الدكاتره بيعترضوا على المصادر اللي بجيبها دي، ما كنتش فاهم ليه، كنت فاكره تعنت وخلاص. بس مع الوقت ولما جيت خرجت من الكليه فهمت ده كان بيحصل معايا ليه. الاخبار والمعلومات بالذات المتعلقه بصحتك لازم تجيبها من مصدر موثوق، مش معنى ان انت لقيتها على النت يبقى دي حقيقه. سمعتوا انتوا قريب عن موضوع البنادول والتوحد ده؟ البحث اصلا منشور وكاتب لك في الاخر احنا مش قادرين نلاقي علاقه مباشره بين اخذ البنادول اثناء الحمل والتوحد، بس مع ذلك في ناس هتلاقيها نزلته، حتى دكاتره كبار نزلوه. بس المشكله هنا ان الناس نشرت البحث ده ابتدت تتكلم عنه عشان تجيب لايكات وترند، مش مهم بقى الناس تخاف او يحصل ايه في صحتها، المهم ان انا اخد اللايكات بتاعتي. فمش هتخسر حاجه لو فتحت ورقه علميه وقريتها، لو مش بتعرف تقراها ممكن تسال حد متخصص ما فيهاش مشكله، بس اهم حاجه ما تاخدش المعلومه وتصدقها وخلاص.
المشكله الاكبر لما المعلومات الغلط دي تنتشر بتخلق مجتمع مثقف بس بالجهل. لما تيجي تشرح لواحد الكلام ده كله كذب وتجيب له ادله وبراهين وتقعد تشرح له برضه مش هيصدقك. ده شايف الكلام ده على بص على الفيس هيكدبه ويصدقك انت. عشان كده لما تشوف اي معلومه قبل ما تصدقها اتعب شويه. انا دايما في حاجه بوصف فيها الناس اللي بتصدق اي بوست بينتشر دي، وان هم مش جهله ولا حاجه، هم بس مكسلين يدوروا. الكسل اخطر من الجهل يا جماعه. حاول تتعب شويه وتدور صح على المعلومه. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والفولو. سلام.